اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده من برنامجكم الكوره مع الانثى. بدور كده وبقلب، جه قدامي تصريحات الكابتن المحترم حسين لبيب لما اعلن ترشحه لرئاسه نادي الزمالك. من بعض تصريحاته قال لك اعاده العلاقات الداخليه والخارجيه لنادي الزمالك. كذب، كل ده ما حصلش. اعاده توزيع الملفات على اعضاء مجلس الاداره، كذب، وملف الكوره موجود مع جون ادوارد. حل المشاكل الماديه لنادي الزمالك، لسه الزمالك زي ما هو معهوش فلوس وسمعته سيئه. جعل نادي الزمالك نادي جذاب وليس طاردا. النهارده نادي الزمالك بقى نادي طاردا للنجوم، طاردا في الفلوس، طاردا في السمعه السيئه في الفيفا. كل الوعود اللي وعدها المحترم حسين لبيب ومجلسه لجماهير نادي الزمالك كل ده في البلح، والناس خايفه تطلع تتكلم عشان الريتش ما يقعش. لكن النهارده انا جاي اتكلم وامري مفوض لربنا. النهارده ماذا يحدث داخل نادي الزمالك؟ قبل اكلمك بقى في اخبار والراحلين والكلام ده كله، انا عاوز اتكلم في النقطه المهمه دي. مجلس اداره المحترم حسين لبيب واعضاء مجلس ادارته كابتن احمد سليمان وهشام مش عارف مين وهشام نصري ومحمود الجمال ومين بيعملوا ايه؟ اضافه جديده قدموها لنادي الزمالك على مدار اكتر من سنتين او ثلاثه، انا مش فاكر بقالهم قد ايه. الواحد زي انا واقولها لك والعياذ بالله من كلمه، انا كنت من اشد الداعمين لمجلس حسين لبيب، ومش هختفي ومش مش هخاف ان اقول حاجه زي كده. انا بطلع اقول الحقيقه، وهنا لا يقال الا الحقيقه. مش عايز اطول عليك الكلام، لكن ايه اللي بيقدمه مجلس اداره حسين لبيب بعد ما اعلنوا كان امبارح ان العزا موجود في نادي الزمالك بتاع الكابتن المحترم محمد صبري؟ قال لك لا، ودوهم مسجد مش عارف، مش فاكر اسمه بصراحه، مش متذكر، حميد الشاذلي ولا مش فاكر بصراحه كان اسمه ايه. فانت النهارده كلها تخبطات اداريه. الصفحات بتاعت السوشيال ميديا كلها نزلت نعي لمحمد صبري. احنا الصفحه الرسميه لنادي الزمالك ولاعيبته وجماهيره ونزلت بعد دقيقه على نزلت. فشل من فشل لفشل لفشل. النهارده يقول لك كان في اجتماع، الاجتماع كان كل مهمته توفير الاموال وليس دراسه ملفات الكوره. ما اختلفناش، لكن النهارده بتعمل اجتماع عشان توفر ماديات عشان تحل بيها مشاكلك. اعرف اللي انت محتاجه الاول، محتاج كام عشان تحل مشاكلك. طب معروف يا انز مساعدات في رجال السياسي ولسه مش عارف مين وجوميز ومساعدين انت بتنتقدهم ليه؟ ما بيدوروا على فلوس يا عم. انت المفروض تبقى عارف احتياجاتك، مش محتاج لجنه واجتماع. انت محتاج تعرف انت اهدافك عامله ايه. انت مش عارف اهدافك حتى، ولا عارف اي حاجه. بتساعد الناس اللي هم يظلموك بايدك انت. اما عندي مجلس كله مليونيرات، اعمل انا ايه؟ عندك مجلس كله مليونيرات يقدروا يحلوا مشاكل نفسك بغمضه عين. اعتقد انت عندك حوالي 10 اعضاء مجلس اداره، 5 منهم مليونيرات يحلوا مشاكلك في ثانيه. لكن كل واحد عايز يدفع جنيه ياخدوا بعدها بشهرين. ده انا سبت لكم مش عارف ايه، ده انا حللت لكم مشكله مش عارف ايه، وميركاتو الزمالك اللي جاي هيبقى خرا. انت مش عارف تحل حاجه عند الارض. جون ارض بيستخبي معرفش ليه، لا تصريح ولا كلمه ولا اي حاجه. خلاص عرفت انك راجل مقفل على الفرقه وراجل شحيح في الظهور. اطلع طمن جماهير نادي الزمالك، اطلع قول لي يا باشا الاجنده الدوليه او اجنده دوليه ايه اللي جايب الاجنده الدوليه. اطلع قول لي الاجنده بتاعتي في الصفقات عامله 1 2 3 4. تعال انا واحد زملكاوي اهو، تعال اكلمك انا كمثال عن الصفقات المحتمل الراحله واللي انا عاوزها تمشي، وتعال نتكلم في اسباب رحيلهم. نمسك كده من الجون او من حراسه المرمى. عندك محمد عواد ومحمد صبحي والمهدي سليمان ومحمود الشناوي. مين بيلعب اساسي؟ محمد صبحي. المفروض مين بديله؟ عواد، بس انا جبت مهدي سليمان فمش هينفع امشيه، وعندي الحارس المحترم محمود الشناوي. فمين اسرع واسهل وتقدر بيسموه ايه؟ تسوقه هو محمد عواد. ماذا يقدم محمد عواد داخل نادي الزمالك؟ اولا تعال نتكلم. اولا بسبب قله عدم مشاركته، وبسبب راتبه الزياده، وبسبب وجود حارسين مرمى موجودين داخل نادي الزمالك، ولسهوله تعويض مركزه. ده يخليك سبب انك تبيعه وتكسب فيه فلوس. ما قدرتش اعمل كده اتخلص من راتبه الكبير. محمد عواد بياخد راتب كبير داخل نادي الزمالك. يا انس ده مكسبنا نص النهائي وي يا ابني افهم. انت النهارده محتاج فتره، طالما الكراسي اللي موجودين في مجلس الاداره مش عارفين نجيب حلول، انا وانت والناس دي تطلع تقول حلول. قلتها لك، عدم مشاركته دي اول حاجه. سهوله تعويض مركزه، انك ممكن تجيب حارس زي محمود علاء حارس الجونه، حارس محترم. ان انت عندك حارسين، المهدي سليمان حارس محترم، ومحمد الشناوي اثبت كفاءته في الفتره اللي لعبها. فمركز حراسه المرمى لازم يقتصر على محمد صبحي والمهدي سليمان ومحمود الشناوي.
فلو انت عايز تجيب محمود علاء الفتره الجايه حارس الجونه، ولا محمد علاء اسف، محمد علاء حارس الجونه، ممكن تجيبه في الميركاتو في البدايه في الموسم الجديد. بالنسبه لي عواد رحيله مكسب نادي الزمالك في الفتره كماديا، سواء المستوى الفني كماديا مكسب، كماديا مكسب. نطلع قدام، عندك لاعب برضه لقله مشاركاته وبسبب سهوله تعويض مركزه وبسبب ان هو يخلي لك مكان اجنبي، هو صلاح الدين مصدق اللاعب المغربي. انا اي لاعب هقوله انت شايف فيه مشكله رد عليه في الكومنتات، واقف فوق دماغي وهطلع الكومنت بتاعك وهرد عليك، وهطلب منك طلب مهم جدا. معلش انا اسف يعني سامحني، اعمل لايك واشترك وفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل للناس ونتكلم ونشوف حل في مشاكل النادي. فصلاح الدين مصدق بالنسبه لي لاعب كويس، لاعب محترم، لكن قله مشاركاته وعدم الاعتماد عليه وسهوله تعويض مركزه بالاضافه توفيرا لمكان لاعب اجنبي، لان كلمتك ان مشاكلك مش دفاعيه، مشاكلك هجوميه بحته. صلاح الدين مصدق بالنسبه لي اول او ثاني راحلين على نادي ده اللي الزمالك المفروض يفكر فيه. نطلع نص ملعب اللي المفروض يحصل فيه غربله، لكن انا جيت لك منه لاعبين اثنين تقدر تمشيه، وهو الشهيد محمود جهاد. والناس بتزعل وانا يمكن اسف في اللفظ، لكن محمود جهاد برضه لقله مشاركاته لكثره اصاباته. راجل من ساعه ما جه من فوق سواء مستوى سوبر ستار مثلا، انا مش بقول على شيل اسم محمود جهاد وحط اي لاعب تاني، جبته اصابه في اصابه في اصابه في اصابه ما لعبش. ايه اللي بيقدمه بقى محمود جهاد يخليه يستمر داخل نادي الزمالك؟ سواء حلو او وحش. فبالنسبه لي محمود جهاد، خلي بالك، وانا بقولها وانا زعلان، بقولها وانا مقتنع بامكانيات محمود جهاد، لكن بقولها وانا بحب محمود جهاد. محمود جهاد لابد على اقل شيء اعارته مش رحيله نهائيا، عشان برضه ما يبقاش ظلمه اعاره ويمشي يتكل على الله. اللاعب اللي اصلا المفروض اللي يرجعه، انا اسف بس الكشكول هيقع، اللاعب اللي يرجعه اصلا من بيراميدز الزمالك ده لازم يعاقب، وهو سيف فاروق جعفر. برضه هقولها لك لقله مشاركاته، لعدم الاعتماد عليه، لتوفير للنفقات، يتكل على الله ويمشي. اللي اصلا رجع سيف الدين الجزيري، لا سيف فاروق جعفر لابد ان يحاسب. خلينا منصفين في الحته دي. نطلع قدام، احمد عبد الرحيم ايشو، ماذا يدخنون في موت عقبه عشان احمد عبد الرحيم ايشو يكمل في صفوف نادي الزمالك؟ قول لي بقى احمد زوج ايه اللي بيعمله؟ ايه اللي بيقدمه؟ توفيرا برضه النفقات لعدم مشاركته، يركب قطر 6 لسلته ويمشي. صح ولا غلطان؟ قول لي يا باشا ورد عليه في الكومنتات. حلو. قدامك بقى سيف الدين الجزيري، اللي بالمناسبه المجلس مش عاوز يمشيه لسببين. اولا لراتبه الكبير. هتقول لي طب يا انزل دلوقتي انا عندي لاعب راتبه كبير فعاوز امشيه عشان اوفر النفقات، ده اللي انت بتقوله اول حلقه. سيف الدين الجزيري كان بياخد في نادي 400,000 دولار. عارف لما كان مش عارف يديله 400,000 دولار مجلس اداره نادي الزمالك عمل ايه؟ اقول لك يا حبيبي الانزل بقى، بص، نادي الزمالك جدد له عقده ورفع راتبه من 400,000 دولار ل 750,000 دولار. تخيل سيف الدين الجزيري بياخد راتب شخصي يعدي 700,000 دولار في نادي الزمالك. عدم الاعتماد عليه وعدم المشاركه اساسيا وتوفيرا للنفقات والاستفاده بمكان اجنبي. لكن البهوات بيحبوا سيف الدين الجزيري ومصدر لك الدنيا انه مواجب سوبر ستار. وطبعا انت عارف، وعشان تعرف ان انا راجل بقول الحقيقه، لما تيجي تقول لي ده انت راجل سيف الدين الجزيري وسيف الدين الجزيري مهاجم جامد، نبص لحاجات ارقامه وتبص ارقام المهاجمين التانيين. نرجع الموسم اللي فات، وسام ابو علي فيستومايلي في التاثير، مين فيهم لو انت بتختار يبقى عندك مهاجم منهم من الثلاثه، فيستومايلي وسام ابو علي وسيف الدين الجزيري، تختار مين؟ لو قلت سيف الدين الجزيري اقلب الحلقه ومشي. اهو ما بتتكلمش معايا، ده المفروض ما يكملش اصلا داخل نادي الزمالك. زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، عبد الحميد معالي اللي الزمالك فعلا بيدرس اعارته او رحيله، او خلينا نتكلم في اعارته. لعيب ما بصمته ما بقتش بسبب كلمه المشاركه، الزمالك عاوز يمشيه عشان خاطر يكتسب خبرات معاك. تعال بقى نتكلم في حته مهمه جدا. يبقى عندنا عواد وصلاح مصدق، محمود جهاد، سيف الدين الجزيري، واللاعب الاخير وهو شيكو بنزا. شيكو بنزا المفروض لما انا اجيب لعيب محترف بيبقى بالتوتو، هو بيبقى توتو دولار. حلو. اللاعب ده لازم يكون على قدر المسؤوليه، لازم يكون عامل فرق داخل نادي الزمالك. قلت لك اللاعب ده عشان تقدر تحكم عليه يمشي يكمل، يلعب مهاجم تاني.
لكن مفيش عندنا مدرب بيفهم يقدر يلعب مهاجم تاني تقدر تحكم على قدراته. لكن لحد النهارده بتقول لي يا اونز انت في ايدك القرار يمشي او يقعد ويمشي، لا يمشي. يبقى عندنا محمد عواد وصلاح مصدق ومحمود جهاد وسيف الدين الجزيري وسيف جعفر وشيكو بنزا وايشو ومعالي 8 أو 9 لعيبه يرحلوا عن نادي الزمالك. دول اللي انا فاكرهم وشايفهم دلوقتي وكاتبهم يقدروا يحلوا ازمه داخل نادي الزمالك. لان كل الانديه دلوقتي بتفكر تجيب صفقات وبتدعم بصفقات سوبر ستار. زي ما جات لي معلومه النهارده ان بيراميدز بيفكر في بديل لفيستون مايلي، لان فيستون مايلي جاي له عروض مهمه جدا من الدوري السعودي بعد التالق اللي تالقه فيستون مايلي على الاراضي السعوديه لما كسب بيراميدز الاهلي السعودي. بانت الدنيا وبانت المهاجم كبير، ومن زمان كنا بنقول اللاعب ده سوبر ستار وكانت باينه اللاعب. لكن طبعا في وجود عملاق كبير داخل النادي الاهلي وهو وسام ابو علي، اللي بالمناسبه انتشرت اخبار بتقول لك ان بيراميدز حاطط وسام ابو علي في دماغه وعاوز يجيبه. لكن دي مش معلومتي وانتشرت على السوشيال ميديا، لكن معلومتي اقولها قدام. لكن تقول لي رايك يا اونز هل الكلام ده صح ولا غلط؟ اقول لك غلط او انا مستصعبه، بلاش غلط. ليه؟ لان اقل شيء عشان تدفع راتب لوسام ابو علي اقل شيء بتتكلم انه يسيب راتب هناك حوالي 3.5 ولا 4 مليون دولار، انك تديله 5 مليون دولار حوالي 250 مليون جنيه، وده رقم جنوني. بالاضافه ان انت تقدر تدفع فيه نفس الرقم اللي دفعه كولومبس كرو الامريكي. طب انت استفدت؟ انت ممكن تجيب لاعب تاني وتدور زي الاهلي ما عمل وجابوا سام عليه وتكسب مهاجم كبير، زي ما انت برضه ما جبت فيستون مايلي اعتقد من يانج افريكانز لو الذاكره مش خيناني وجبت مهاجم كبير فصعوبته. لكن انا بقول لك فيه واللي انا عرفته من مصادر من راجل محترم قال لي معلومه مهمه جدا، ان انت دلوقتي اللاعبين اللي بيراميدز بيدور عليهم وهو واحد هيعمل لنا مشكله كبيره جدا، وهو حامد حمدان اللاعب الفلسطيني اسف. هقولها لك والنيه والاجر على الله. اي لاعب سواء هو عاوز يروح النادي ده الفلوس بتزغلل، وقت الكاش الغالي يبقى ببلاش، بمعنى صح. ودي لغه السوق لغه التجار، حط التوتو تاخد التوتو. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي قدامي نادي اللي عاوز اروحه هيديني 5 مليون جنيه كمثال، قدام واحد هيديني 25 و30 مليون. الدماغ بتلعب، التفكير بيتغير. نادي الزمالك حاطط اماله الجامده على وعود لحامد حمدان اللي ممكن يغيرها الصبح وانت شربت منها 1000 خازوق قبل كده. والاهلي كان عايز يحط حامد حمدان وقلت لك الفيديو اللي فات. لكن اللاعبين زي ما قلت لك هو حامد حمدان، والصفقه الثانيه مداويه وهو حمدي فتحي لاعب الاهلي السابق. ده الميركاتو اللي بيراميدز بيدور عليه. ده الميركاتو اللي الزمالك اللي بيراميدز بيدور عليه، انه يجيب بديل لوسام علي، البديل لفيستون مايلي اللي هو جاي له عروض بتعدى 3 مليون دولار. فبيراميدز بيعاوز بديل ليه. ففكر في وسام علي، الموضوع زي ما قلت لك صعب، لكن اكيد هيجيب مهاجم قوي، واللي خلاه يقدر يدفع 4 مليون دولار في فيرتو دا سيلفا يقدر يدفع. لكن بقول لك مش هتبقى صفقه مجزيه ماديا بمعنى صح، لكن مجزيه جماهيريا، مجزيه بطولات، كل حاجه. وسام علي مهاجم لا غبار عليه، مهاجم سوبر ستار زي ما بنقال. الزمالك النهارده او الزمالك او عامه اوعى كاس مصر اتحددت، والزمالك هيلاعب بلديه المحله. الزمالك بطل لكاس مصر يدافع عن لقبه بدايه من ماتش بلديه المحله. الاهلي هيقابل الطريقين بتوع كاس مصر، الزمالك في طريق والحمد لله، والاهلي في طريق والحمد لله. تاني ان الزمالك في طريقه والمصري ده لو وصل لحد نص النهائي، والاهلي في طريقه العملاق السماوي بيراميدز. فنتمنى دعم صفقات لان الزمالك داخل على مدعكه، حط تحتها مليون خط. بص بقى يا سيدي، الزمالك عنده مشكله في بعض اللعيبه بسبب تجديد عقودها، من ضمنهم احمد حمدي، من ضمنهم حسام عبد المجيد، من ضمنهم مش فاكر مين تاني. المهم، لكن الزمالك حدد مبلغ حوالي من 2.5 مليون دولار لرحيل حسام عبد المجيد، وده رقم انا شايفه كويس. لو جبت 3 مليون دولار وعملت نسبه من اعاده البيع، سيبك بقى من ارقام 5 مليون دولار والكلام الهبل ده. ابو معاد راح الجزيره ب 5 مليون دولار، فدي مدافع 5 مليون دولار، الموضوع صعب شويه، هنتكلم بما يرضي الله. لكن الزمالك مجهز بديل ل حسام عبد المجيد في حاله رحيل، وهو مصطفى ابراهيم مدافع الاتحاد السكندري، لاعب عنده 26 سنه. وصراحه ما عنديش
حاجه يعني ما اتفرجتش عليه، ما شفتش حد بيشيد بيه او بيذم فيه، فخلينا نشوف الفتره الجايه او اخش وابحث واشوف اللاعب ده هل يستحق انه في نادي الزمالك ولا لا. لكن برضه قلتها لك انك تقدر، وكلام جاب بعض اهو في رحيل صلاح الدين مصدق، انك تقدر تعوضه بمدافع محلي كويس. الزمالك وادارته للازمه وملف اللعيبه اللي لها فلوس، تمام. الزمالك كان اتفق مع يانيك فيريرا على تقسيط او التسويه، خلاها تسويه لمستحقاته، فان يبقى ليه 4 شهور يتنازل عنهم وياخد مرتب 3 شهور، واتفقوا على كده. الزمالك لحد النهارده مش على الموضوع، وده اللي قاله وكيل يانيك فيريرا ان خلاص الغي التسويه، والزمالك مطالب بدفع الشرط الجزائي حوالي 7 شهور في عقد يانيك فيريرا وتسقيفه. عقده هياخده كامل تسقيفه مجلس الاداره. وهكذا تدار الامور داخل الزمالك بمنتهى العبثيه اللي في الدنيا، بمنتهى قله الادب اللي في الدنيا، بمنتهى قله الذوق اللي في الدنيا من كراسي مجلس اداره الزمالك. الله يخرب بيت حسين لبيب ومجلسه، والله ومجلسه كرهتنا في الكوره. انا عاوز ناس عندها سبونسر وعندها مشاهدات وعندها داعمين وعندها مشتركين تطلع تتكلم وتهاجم مجلس اداره الزمالك. الزمالك بيروح من القمه للوسط للقاع للهاويه. الزمالك في مهب الريح، في النهايه عاوز فريق زي كل ده ينافس. يقول لك يا عم احنا مالنا يا شيخ حلها. فعلا كلامك مظبوط، مشاكلي 90% منها خارجيه و90% داخليه الاثنين. ومشاكل الداخليه دي اللي انا مش عارف احلها ديت بتساعدني ان اكون نادي مهزأ، فالناس كلها تدوس عليا، في النهايه اتمنى منك لو متابع الحلقه لحد النهايه تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدعي لرحمه الله عليه الكابتن محمد صبري، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. فانا بتمنى الناس كلها لو حتى وصلت معايا النقطه دي تدعي للراجل، وان شاء الله اشوف حلقه جديده، والسلام